النادي الأهلي النهارده بالأداء الجيد في المستوى بيقدر يكسب الاتحاد السكندري وبيجمع العلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات. أي نعم، مش هو ده المطلوب ومش هو ده الأداء المطلوب من النادي الأهلي، إلا إن هو بيحلق في الصدارة وحيدا ب 18 نقطة. وإيه المشكلة اللي هتواجه كولر في الأيام اللي جاية دي؟ باينة في التشكيل النهارده، باينة على اللعيبة. ده اللي هنشوفه في الحلقة. ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة. النادي الاهلي كولر النهارده بعد ما بدأ يثبت طريقة لعبه وتشكيلته 4-2-3-1، برضه بدأ يثبت الاسماء، ودي حاجة برضه مهمة. 4-2-3-1 هي الشناوي يمين اكرم، وعلى شماله علي معلول. اتنين في محاور الدفاع، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. في نص الملعب قدامهم السولية والو ديانج. 3 قدامهم برونو سافيو على يمينه، كريم فؤاد على شماله احمد عبد القادر. والحصان الكسبان لغايه دلوقتي ورهان كولر هو بيرستاو في مقدمه الهجوم، على حساب شادي وعلى حساب حسام وعلى حساب محمد شريف. رهان كسبان لغايه دلوقتي بيرستاو. تحركات خلف المدافعين، المهاجم الوحيد اللي بيقدر يطلع على الاطراف مكان احمد عبد القادر وكريم فؤاد، وهو الوحيد اللي بيقدر يعمل قلق وخطوره ورا خط دفاع الخصم. سرعات بيستغلوا 4-2-3-1. كولر بيلعب ضغط متقدم، بيحاول يستحوذ الكرة في نص ملعب الخصم، ما بيديش فرصة لأي حد يلعب. وده اللي بيستغلها بيرستاو، وده اللي بيفوق بيرستاو على باقي المهاجمين في النادي الأهلي. السرعات، الضغط العالي، بيحب يضغط من فوق، بيخلص ماتش بواحد أو اتنين ويبدأ بعد كده ينزل الشوط التاني يهدى شوية ويريح لعيبته، وبرضه خوفا من المرتدات اللي هتتلعب عليه. دي برضه طريقة لعب كويسة، ان انت تضغط من فوق على طول، تحاول تخلص الماتش بدري بدري. بيرستاو لغاية دلوقتي حصان كسبان بالنسبة له. احمد عبد القادر لغاية امتى هنفضل نقول الانانية؟ احمد عبد القادر لعيب كويس جدا، امكانياته كويسة جدا، واحد ضد واحد، تحركاته، مهارته اللي بيعدي بيها واحد ضد واحد او واحد ضد اتنين، اختراقاته، بيفضل المساحة لعلي معلول من جوه وراه. بس لغاية امتى الأنانية؟ يعني الجول الأول بتاع بيرستاو 90% منه حظ. كان ممكن بعد ما عديت من الحارس ما توفقتش فيها، خلاص حطها. تقدر تحط جون في أي وقت، تقدر تصنع جون في أي وقت. برونو سافيو أنا شايف إنه لعيب كويس، الكرة في رجله كويسة، وأهم ميزة فيه إن هو بيكمل تحت راس الحربة. ممكن يلعب شادو سترايكر وبيكمل راس حربة تاني مكان بيرستاو لما بيطلع على الأطراف، مكان عبد القادر أو مكان كريم فؤاد. بس القوة البدنية عنده ضعيفة جدا. يعني برونو سافيو بيخسر كل الثنائيات، أي ثنائية فيها التحام برونو سافيو بيخسرها. لغاية إمتى يلعب بالشوكة والسكينة مش عارف. كريم فؤاد أنا شايف وجهة نظري إنه محتاج روتيشن، يعني خلاص كريم محتاج يرتاح شوية. النهاردة كان باين عليه جدا، والنهاردة تغيير كريم فؤاد اتأخرت وبنت عليه ميس باص ومجهود بدني وقع منه. استنى عليه شوية. آه السولية النهارده بيسيب مكانه في نص ملعب الشوط الثاني لحمدي فتحي اللي نزل. التغيير الوحيدة اللي انعشت الفرقة الأهلي بعد حمدي فتحي ما نزل. ده برضه مش ضعف من جانب السولية. السولية عمل ماتش كبير، بس هو حب يدي فتحي بدري شوية. حمدي فتحي بصراحة لم من نص الملعب. يعني التغييرة الوحيدة اللي نزلت من بره مع حسين الشحات اللي فرقت في اللعب. يعني حسين الشحات نزل جعان كورة، عايز يعمل حاجة عكس بقى شادي اللي نزل برضه على الطرف. يعني رغم ان شادي نزل، انا كنت مستني ان بيرستاو هيطلع بره وشادي هيلعب. يعني بيرستاو هيطلع على الجناح وشادي هيلعب في مقدمة الهجوم. برضه ما اتغيرتش، هو عصام مصر ان هو بيرستاو يكمل سنتر فيرود او قدام التلاتة وشادي ينزل على الطرف. قفشه، يعني دي المشكله اللي انا عايز اكلم حضراتكم فيها. يعني كولر هيواجه مشكله ان اللعيبه اللي بتقعد احتياطي بدات نفسيتها تقل، بدات تفقد الثقه في نفسها وفي المدرب. انا بقعد ليه بره كل ده؟ يعني انا شايف قفشه بصراحه قفشه ليه حق يلعب. لازم ياخد عن كده شويه مكان برونو سافيو اللي مش ناجح قوي في مركز رقم 10 او اللي في وسط الثلاثه. يعني انا شايف ان قفشه ممكن يلعبها كويس. النهارده كان باين على تحركاته ولمسات قفشه ان هو مش راضي عن نفسه، مش راضي عن اداء، مش راضي عن تغيير المدرب او قعدانه بره. دي حاجه ترجع له هو. انا شايف ان لازم يشد شويه كولر في نفسيه اللعيبه عشان تقدر ان هي تتحمل بعضها، ده يلعب ده يقعد.
ما يكونش في حساسية بين اللعيبة. الاتحاد السكندري النهارده ضيّع ضربتين جزاء، وضيّع فرصتين 3 كان موجود في الشوط الأول قدّام الأهلي أحسن من الشوط التاني، يمكن الشوط التاني الأهلي كان استحوذ خلاص على الماتش. بنسبة 90% الأمور كانت هتتغيّر لو محمود علاء حَط ضربة الجزاء أو بداية الشوط التاني ميسي كان حَط ضربة مش عارف كان بيفكّر إزاي يعني. وبالمناسبة دي عايز أقول كلمة، يعني محمود علاء كان بيتهاجم من جمهور الأهلي، دلوقتي بقى بيتهاجم من جمهور الأهلي وجمهور نادي الزمالك. محمود علاء لعيب كورة يا جماعة، بني آدم زينا زيه زي أي مخلوق فينا يعني، بيحس وبيتألم والمشاعر دي بتفرق معاه جدًا، وبتفرق مع أكتر حاجة لعيب الكورة، هو لعيب الكورة أصلًا نسبة كبيرة فيه من النفسية، لمّا أنت تضغط على نفسيته جوّه الملعب وبرّه الملعب كده يبقى الضغط زاد عن اللزوم، ما لهاش لازمة أي كل الهجوم اللي بيتعمل على محمود علاء برّه الملعب ده ما لوش لزوم، خلاص الملعب خلص، الماتش خلص، خلاص ده إنسان رجع لطبيعته ورجع لحياته ورجع لبيته وعنده أولاد وعنده حياة عايز يعيشها، ليه الضغط؟ ليه الضغط على لعيب معين بتسبب له مشاكل برّه حياته؟ خلاص هو موضوعه في الكورة خلص، خلاص خلّصت كلام عليه في الكورة خلاص سيبه بقى لحياته وبيته وأهله وأولاده، يعني بلاش الضغط اللي ممكن يوصّل البني آدم لمرحلة إحنا ما نحبش حد يوصل لها.